لابد أن يكون أكثر من وزارة وأكثر من جهة بتتشارك في إنجاح هذه المهمة. ويمكن بس مش فقط إحنا عندنا أطباء أكفاء جدا جدا ومهرة جدا، والحقيقة أن اللي بيميز دايما الدكتور المصري والطواقم البشرية بتاعتنا هي قدرتها على العمل في إمكانات بسيطة جدا لا يستطيع الطبيب الأوروبي أو الطواقم الأوروبية أو الغربية أن هي تقدر تشتغل بهذه الإمكانات القليلة. وده إن دل على شيء فيدل على كفاءة الطبيب المصري. لابد أن يكون هناك تسويق زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ولابد ان يكون الاعلام، هنا الهيئه الوطنيه للاعلام ليها دور في تسويق هذه الخبرات وتسويق كل الانجازات اللي بتحصل من الانجازات الطبيه طبعا. والحقيقه يمكن قبل 2013 ما كانش عندنا هذه الامكانيه، لان كان عندنا بنيه تحتيه متهالكه لكل المنشات الطبيه، وكان عندنا امراض ساريه، كان عندنا فيروس سي، كان من المستحيل ان احنا نروج للسياحه العلاجيه ونحن لدينا كثير من الاوبئه وكثير من الامراض المعديه والغير المعديه. على ذكر فيروس سي زي ما حضرتك اشرتي،